ركز معايا في الكلمتين دول علشان نكشف الخيوط اللي بدأت تتكشف بزيادة. الخريطة بتترسم قدامنا واحنا بنسأل في ايه. عندك مثلا أرض الصومال طالعة بكل ثقة بتقولك احنا مستعدين نفتح قواعد لإسرائيل ونوطن فلسطينيين عندنا، والصورة ما بتكدبش. يا ريتها كانت بركت عليكم. طب كل اللي بيحصل ده مقابل ايه يا صومالوكا؟ قالك عشان العالم يعترف بينا وننفصل نبقى مطلقين. نسيب بقى الحبة السمراء بتوع الصومال وننزل بقى على جنوب اليمن تلميحات بالهبل علشان ينضموا لاتفاقيات التطبيع. بيع ليه يا بلبل مصر؟ برضو علشان الانفصال والاعتراف. المطلقين كتروا. نسيبنا بقى من دول ونطلع في اوضه تانية في محكمه الاسره، ونطلع على مين؟ حكومه الدبيبه في ليبيا اللي برضو بدات اجتماعات، ونخش على التقيله اللي ماسكينها اصحاب الرذيله سوريا، هي كمان دخلت في مفاوضات بالفعل. والبركه في جوجو، كنت سيبيه يمسكها يا فوزيه. طب ايه السر في ده كله يا جماعه؟ ليه كل دول مره واحده كده؟ ده خبطتين في الراس بتوجع. ليه كل الخبطات دي؟ انا اجيب لكم الزتونه. اي نظام في الدنيا طالع من رحم الفوضى او عايز ينفصل علشان يمشي على حل شعره ما بيبقاش عنده لا شرعيه ولا اقتصاد ولا حتى حمايه. كلب بلدي في الشارع، فبيرمي نفسه في حضن الكيان علشان يحميه ويثبت كرسيه. فالصفقه واضحه هي، ولا اديك اعتراف دولي وحمايه امنيه وتديني انت تطبيع وخيانه، وخد مني يا عم كرسي هديه. ما هو مفيش جيش. الموضوع يا جماعه مش سلام والله، ده ترتيب جديد لتفكيك الدول، وعلشان يحولوها لكيانات هشه بيحركوهم بالريموت، وفي نفس الوقت تصفيه القضيه الفلسطينيه، ومش بالحرب. لا 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 لا، خد الجديد يا باشا، بالتوطين وباصوات عربيه اللي هم مواليين ليهم في جامعه الدول العربيه. طب المشهد ده مش بيفكركم بحاجه؟ افتكر يا ولا المشهد مثلا اللي حصل في فنزويلا. المعارضه هناك استقبلت الهجمات على بلدها بالترحيب والتهليل، مبروك احنا احتلينا. نفس المشهد ده اللي احنا شفناه فين؟ برافو، زمان بتكبيرات معتصمين رابعه يا ولا، لما سمعوا خبر وصول بوارج امريكيه للاسكندريه علشان تضرب الجيش المصري، وفرحتهم وزغرتهم بخبر انفصال سيناء عن مصر. يا اخي كتف امك. الاختلاف ما بين الاتنين هنا ايه؟ اللغه بس، لكن العقيده واحده والفكره واحده، وهي ايه؟ الخيانه. اي نظام بيتبني على انقاض دوله مؤسساتها وقعت اوتوماتيك كده وانت مغمض بتتحول لاداه في ايد العدو. فمش شرط يكونوا عملاء من الاول، بس عشان يفضلوا موجودين لازم يدفعوا ثمن البقاء. ده خيانه وقذاره، خسه ونداله. ده مش اختيار، دي شروط البقاء في عالم ما بيحترمش غير القوي. فبصراحة برافو أمريكا، برافو برافو برافو. عرفت تربي فعلا وساخة وقذارة وتجهزي وكلاء دلاديل ينفذوا اللي انت عايزاه وبأصوات عربية. واللي لسه فاكر ان كل دي صدفة يبقى يروح يغسل وشه وطيبة قلبه ويخش ينام له ساعتين كده، يقيل له ساعة العصاري ويقفل الفيديو ده وما يتفرجش عليا. فلا تخرج قبل ان تقول سبحان الله على اللي احنا وصلنا له. فاحمد بقى ربنا كده واشكره على جيشك وعلى شرطتك وعلى رئيسك وعلى اجهزتك الامنيه اللي يا ريت ربنا ينفخ في صورتك كده وتقف في ظهرهم، علشان لولاهم كان زمانك قاعد في خيمه جاتك خيمه، وحريمك اللي هم عرضك وشرفك بيعملوا بيبي في الجبل، وعدوك بيصورهم بالمنظار عشان تبقى الصوره كملت ارضك وعرضك وشرفك وكرامتك. خلي عندك نخوه ووطنيه، وحافظ على القوه اللي ربنا اداها لك وامانك في جيشك وشيروها له.